اهلا بكم في قناتنا. وقبل ما نبدا الفيديو الجامد بتاعنا هطلب طلب صغير من كل المتابعين بتوعنا انهم يعملوا لايك ويشتركوا في القناه ويفعلوا زر الجرس عشان يوصل لهم كل جديد من ملخصاتنا. وطبعا مش هننسى نصلي على النبي. وبس كده يلا بينا نبدا الفيديو الجامد بتاعنا. وبنبدا حلقتنا وهارتورو صحي عشان يروح اول يوم ليه في المدرسه، وبيكون شكله مش مبسوط ابدا. بس بتيجي اخته شارلوت اللي بتديله الجدول بتاعه، وبيعرف هارتورو انه بيكون في الفصل سي، والفصل ده بيكون للطلاب المتوسطه. وشارلوت بتكون مستغربه جدا وبتقول ازاي هارتورو ما يبقاش في فصل الاوائل. بس هي بتطمنه وبتقول له ما تقلقش يا هارتورو، انت بس لازم تجيب درجات عاليه في الامتحان وهم هيخلوك في فصل الاوائل. وهارتورو اصلا مش بيكون فارق معاه انه يكون في انهي فصل، وهو اصلا مش عايز يروح المدرسه. بس هارتورو بيلاحظ انهم اختاروا له كل المواد الصعبه، وبيكون مستغرب وبيقول لي عملت كده. واخته بترد عليه وبتقول له طبعا اخترت لك المواد الصعبه عشان انت ذكي جدا ومقامك مش في المواد السهله دي خالص. وهارتورو بتجيله فكره ذكيه جدا وانه هيستغل الموضوع ده عشان كل المدرسين متوقعين ان يجيب درجات عاليه في المواد الصعبه دي. بس هارتورو ناوي يجيب درجات وحشه ويسقط في الامتحان عشان يترفض من المدرسه، وبيكون متحمس جدا وعلى طول بيجري يروح عشان يروح المدرسه. بس شارلوت بتنده عليه وبتحضنه وبتقول له حظ سعيد ليك في اول يوم في المدرسه. وبعدها بيستخدم الباب السحري اللي بينقله للمدرسه، بس بيلاقي إرس واقفه مستنياه، وبيكون هارتورو مستغرب منها وبيقول لها ايه اللي جابك هنا. بترد عليه وبتقول له احنا دلوقتي بنكون اصحاب، يعني لازم نروح المدرسه مع بعض كل يوم. وبتشوف ريزي اللي بتسال هارتورو وبتقول له مين دي، وهارتورو بيرد عليها وبيقول لها دي ريزي المساعده بتاعتي. والاتنين بيسلموا على بعض وبيكونوا هما كمان اصحاب. بعد كده بيروحوا المدرسه، وإرس بيستغرب ان هارتورو مش معاها في الفصل اللي هو فصل الاوائل. وبتروح إرس تدخل الفصل بتاعها، وريزي بتقول لهارتورو انا مستغربه من البنت دي قوي ومش عارفه هي بشريه ولا شطانه. وهارتورو بيرد عليها وبيقول لها ما تكبريش الموضوع عشان هي لحد دلوقتي بتكون بنت طيبه قوي ومش بتأذي اي حد. وبعدها هارتورو بيروح فصله، بس اول لما بيدخل بيشوف المدرسين والطلاب بيبصوا عليه ومستغربين منه، وده علشان هم سمعوا ان هارتورو عرف يهزم شندر في مبارزه سحريه. بس هارتورو بيتجاهل الموضوع وبيروح يقعد في اخر كرسي ورا عشان المدرس ما يسالوش اي سؤال. بس المدرس ده بيكون لئيم جدا وبيقول للطلاب زي ما انتوا عارفين انتوا دلوقتي في فصل المتوسطين، يعني ممكن تعلوا وتروحوا فصل الاوائل او تنزلوا تحت فصل الطلاب الفاشلين. وبيقرر على طول انه يعمل لهم امتحان مفاجئ رغم ان ده بيكون اول يوم في المدرسه. وهنا هارتورو بيفرح وبيقول انه هيستغل الموضوع ده عشان يجيب درجات وحشه عشان يرفضوه من المدرسه ويريح دماغه منها. بس هارتورو اول لما بيمسك ورقه الامتحان وهو متحمس يشوف الاسئله، والاسئله كلها بتكون سهله جدا، وبيكون مستغرب وبيقول ايه التفاهه دي، ضغط الصغيره تعرف تقفل الامتحان ده. وبيبدا يفكر وبيحاول لو حل كل الاسئله غلط المدرسين هيبداوا يشكوا فيه، عشان مفيش اي طالب المفروض يحل غلط في الاسئله دي عشان هي اسئله هايفه جدا. فبيقرر انه ينجح في الامتحان بس بيجيب اوحش درجه في الفصل، وبيقرر انه يجيب 60% في الامتحان. وفعلا هارتورو بيمسك القلم وبيحاول يحل بسرعه جدا. والمدرس لما بيمسك الورقه ويصحح بيلاحظ ان الطلاب اللي عنده فاشلين جدا، وبيقول لهم يا جماعه انتوا كلكم جايبين في الامتحان ده 20%. وهارتورو لما بيسمع الكلام ده بيستغرب جدا وكمان بيقلق جدا. والمدرس بيكمل وبيقول ان كلكم بتكونوا فاشلين ما عدا هارتورو، هو الوحيد فيكم اللي جاب 60%. وهارتورو بكده بقى طلع الاول على الفصل. خلاص يا معلم هارتورو انت لابس فيها لابس. والطلاب بيسقفوا لهارتورو، وهارتورو بيقول في ايه يا جماعه، ده الامتحان ده بيكون سهل جدا، ده اختي الصغيره تعرف تحله. بس هارتورو بيدرك ان الامتحان مش سهل. بس شارلوت بتكون ذكيه والمدرس بيقول مبروك يا هارتورو احنا هننقلك فصل الاوائل. وهارتورو بيجيله حاله احباط وبيقول لنفسه انا شكلي مش هعرف اهرب من المدرسه دي، ما انا قلت لك يا هارتورو ان انت كده كده لابس. وفعلا بعدها هارتورو بيروح فصل الاوائل وبيفتح الباب وبيشوف هناك البنت إرس وابن الملك اللي بيكونوا فرحانين جدا اول لما بيشوفوه. بس هارتورو بيكون عكسهم وبيحاول يهرب من الفصل، بس هما بيمسكوا هارتورو وبيقعدوه على الكرسي، وهما الاتنين هنا بيبدأ بينهم الخناق عشان كل واحد فيهم عايز هارتورو يقعد جنبه. وهارتورو بيكون عنده حالة اكتئاب جامدة ومش بيعرف يطلع منها. وعلى طول بعدها بتدخل عليهم المدرسة الجديدة وبين عليها انها شديدة جدا على الطلاب عشان اول لما بتشوف هارتورو واصحابه بيتخانقوا بصوت عالي بتزعق لهم جامد وبتقول لهم انا مش عايزة اي صوت في حصتي. وبيكون شكلها مخيف قوي. وبعدها على طول الحصة بتبدأ والمدرسة بتقول لهم احنا النهارده هنتعلم عن عناصر القوة السحرية، وبتطلب من إرس انها تيجي وتحط ايديها على الكريستالة عشان يعرفوا العنصر اللي عندها. وفعلا إرس بتحط ايديها على الكريستالة السحرية. بس الغريبة ان المدرسة بتلاحظ ان إرس بيكون عندها عنصر الدمار، وده بيكون عنصر نادر جدا ومفيش حد تقريبا بيكون عنده العنصر ده. والمدرسة بتتحمس
بتتحمس جدا وبتطلب من إرس إنها تنضم معاها في معمل الأبحاث، بس إرس بترفض طلب المدرسة عشان بتكون شكلها مخيف جدا. والمدرسة بتبدأ شرح وبتتكلم عن العناصر السحرية، بس بنشوف إن هارترو بيكون عارف كل الكلام ده وبيقول معلومات زيادة عن المدرسة، وكمان بيصحح على كلامها، وده بيخلي المدرسة مستغربة من هارترو إنه يعرف المعلومات دي كلها وهو لسه صغير، وبتطلب منه إنه ينضم معاها في معمل الأبحاث، لكن هارترو بيخاف منها وبيرفض طلبها. أكيد طبعا يا عم دي ولية شبه الموميا. والمدرسة بتتضايق جدا وبتقول إنها مش هتسكت لحد ما تضم هارترو ده معاها في المعمل. وبعدها هارترو وإرس بيروحوا معمل الأبحاث عند المدرسة تيرا، وبيقولوا لها إنهم قرروا إنهم ينضموا لمركز الأبحاث عندها، وده بيخلي المدرسة فرحانة قوي عشان هي لو ما كانتش عرفت تضم طلاب السنة دي كانوا هيقفلوا ليها المختبر بتاعها. والمدرسة والمساعد بتاعها بيكونوا فرحانين جدا لدرجة إنهم بيقولوا إحنا هنعمل حفلة النهاردة، وهارترو وإرس بيكونوا مستغربين جدا وبيقولوا ما كانوش متوقعين إن المكان ده ما فيهوش أي طلاب. وبنشوف بعدين الشبيه بتاع هارترو عشان هما بيبدلوا مع بعض كل يوم، واحد فيهم يروح المدرسة والتاني يروح، ولكن شبيه هارترو بيكون هو كمان مش بيحب المدرسة وبيلاحظ إن مفيش حد واخد باله منه، وبيقرر يهرب النهاردة من المدرسة ويروح البيت. بس مرة واحدة بيسمعوا زعيق مساعد المدرسة في المكتب وبيروحوا عشان يشوفوا فيه إيه، وأول لما بيدخلوا المكتب بيشوفوا قدامهم جثة على الأرض، وهارترو بيخاف جدا وبيقول أنا شايف قدامي جريمة قتل، وبيعرف إن اللي على الأرض ده بيكون شندر المتنمر. والمدرسة بتقول لهم معلش يا جماعة هو جالي امبارح المكتب وأنا اللي عملت فيه كده، وهارترو بيقول أكيد هي اللي قتلته، بس بنعرف إن شندر راح المدرسة عشان يشيل التعويذة اللي على كتفه اللي حطها له فارس الظلام اللي بتمنعه إن هو يمارس السحر. والمدرسة عملت شوية أبحاث على سندر لحد ما الواد ما استحملش واغمى عليه عندها في المكتب، وهارترو بيكون مستغرب جدا وبيقول هي المدرسة دي جربت عليه إيه بالظبط عشان يحصل فيه كده. والمدرسة بتطلب من إرس إنها تحط إيديها على كتف شندر، وإرس بتحس بطاقة سحرية غريبة قوي جاية من ناحيته، والطاقة السحرية دي بتكون شبه الأسطوانة. والمدرسة بتبدأ تشرح لهم إنها استخدمت سحر العلاج على شندر عشان تتخلص من تعويذة، وشندر بدأ يحس بألم شديد جدا ومفيش أي تعويذة علاجية تقدر تساعده. وهنا إرس بتكتشف إن التعويذة اللي على شندر بتكون ملهاش أي عنصر، والمدرسة بتكون فخورة بيها عشان خدت بالها، وبتقول لها كمان إن التعويذة دي بتكون معمولة من سحر الحواجز. وطبعا هارترو لما بيسمع كده بيكون خايف جدا من المدرسة عشان هي بتكون اكتشفت كل حاجة عن التعويذة بتاعته وقربت من معرفة الحقيقة. وبتبدأ هنا المدرسة تشرح لهارترو وإرس عن السحر القديم والحديث، وبنعرف إن السحر الحديث بينقسم ل4 عناصر وهم النار والماء والرياح والأرض، بس الحاجة اللي بتميز السحر القديم عن الجديد إنه مش بيكون عنده أي عنصر من العناصر دي، ودي معناها إن اللي عمل التعويذة على شندر بيقدر يستخدم السحر القديم، وده بيخلي إرس مستغربة جدا لأن مفيش أي حد بيعرف يستخدم السحر القديم دلوقتي. والمدرسة بتشك في إرس إنها هي اللي استخدمت السحر القديم على شندر، بس هي بترد عليها وبتقول لها إنها ما تعرفش أي حاجة عن الموضوع ده. والمدرسة بتكون مستغربة جدا وعايزة تعرف مين اللي استخدم عليه السحر القديم. بعد كده بتمسك شندر وبتروح ضرباه كام قلم على وشه عشان تفوقه، وبتسأله مين اللي قام باستخدام التعويذة دي عليك، وشندر بيكون متضايق جدا من اللي بيحصل فيه. والمدرسة بتقول له انجز عشان نعرف نساعدك، فبيرد عليها وبيقول لها فارس الظلام هو اللي عمل كده، بس هو معرفش يشوف وشه. بس المدرسة لما بتسمع الكلام ده بتفكر شوية وبتقول ان القرية اللي كان عايش فيها هارترو كان بيظهر فارس الظلام عنده، وبتكون مستغربة جدا عشان هو بدأ يظهر في المدرسة وقت لما هارترو جه المدرسة، وبتبدأ تشك في هارترو انه ممكن يكون هو فارس الظلام. وهارترو بيقول ممكن يكون فارس الظلام جه المدرسة هنا عشان عنده حاجة، بس الكلام ده مش بتصدقه المدرسة وبتقوم ماسكة فيها جدا وبتقول له انا متأكدة انك تعرف كل حاجة عن فارس الظلام والسحر القديم، وانا مش هسيبك غير لما تقول لنا الحقيقة. وشبيه هارترو بيبدأ ينادي على هارترو الحقيقة عشان ينقذه، وفعلا بيظهر قدام المدرسة والطلاب كلهم فارس الظلام. والمدرسة اول لما بتشوفه بتكون متحمسة جدا، وفارس الظلام بيقول لهم ان هارترو ملوش اي علاقة بيا. والمدرسة بتكون متحمسة جدا انها شافت فارس الظلام وعايزة تعرف عنه كل حاجة، وعلى طول بتقوم باستخدام السحر على فارس الظلام وبتكتفه وبتحاول تمسكه وبتقول له انا مش هسيبك النهارده غير لما اعرف عنك كل حاجة. بس طبعا الحركات دي مش بتنفع مع هارترو وعلى طول بيقوم كسر التعويذة. وطبعا المدرسة لما بتشوف قوة ملك الظلام بتكون منذهلة منه وبتفضل تترجاه يفضل معاها في المختبر عشان تعمل عليه تجارب براحتها، لكن فارس الظلام مش بيسمع كلامها وبيستخدم تعويذة عليها بتمنعها من الحركة، وبيقول لها ده مجرد تهديد بسيط عشان هي حاولت تهجم عليه، ولو عملت اي حاجة تانية تضايقه هو مش هيرحمها.
وبيمشي، وبكده بيكون أنقذ شبيهه من المشكلة اللي كان فيها. وبعد كده بنشوف المدرسة تيرا وهي بتحتفل بانضمام هارترو وإرس عندها في معمل الباحثين، وبيبدأوا يحتفلوا ويشربوا، بس إرس بتشرب كتير جدا لدرجة إنها بيغمى عليها في الحفلة وبتدخل تنام. والمدرسة تيرا بتتكلم مع هارترو وبتقول له أنا خدت بالي من حاجة غريبة قوي عند إرس، وهي إنها بتتكلم كل العناصر السحرية، وده طبعا بيكون حلو ونادر جدا وكمان قريب من المستحيل، لكن مشكلتها إنها بتكون ضعيفة جدا وإن قدراتها السحرية بتكون في المستوى الخامس. بس بتكون المدرسة متحمسة جدا لانضمام إرس معاها في المختبر عشان هي هتكتشف حاجات كتيرة جدا في المستقبل، وبيكون شكلها هي كمان أفورت في الشرب، وبتدخل تنام جنب إرس. بس بعدها بنشوف شندر وهو بيكون متضايق ومتعصب عشان بكرة كل المدرسة هيكونوا عارفين إنه انسحب من المبارزة اللي قدام هارترو، وبيقوم بالاتصال مع مجموعة من المقاتلين اللي مأجورين وبيأمرهم يروحوا بالليل ويتخلصوا من هارترو، ودي بالنسبة له الطريقة الوحيدة عشان ينقذ سمعته. والقاتلين المأجورين بيروحوا للمكان اللي بيبقى قاعد فيه هارترو هو وأصحابه في المدرسة، وبيبدأوا يخططوا إزاي يخلصوا من هارترو من غير ما أي حد ياخد باله. وبيبقى في مجموعة من السحرة بيعملوا حاجز للصوت عشان محدش يسمع صوت الجريمة اللي هتحصل، وبيقولوا احنا بنكون أفضل قاتلين مأجورين في المملكة ومستحيل نفشل، وبيروحوا يعملوا المهمة بتاعتهم. بس هم مش بيعرفوا يقربوا من البيت، وبيلاحظوا وجود حاجز دفاعي بيحمي البيت كله، وبيبدأوا يدوروا على أي ثغرة في الحاجز عشان يخترقوه، بس مش بيلاقوا حاجة وبيستخدموا القوة، بس ده برضه بيفشل معاهم ومش بيعرفوا يكسروا الحاجز. وبيظهر قدامهم باب سحري غريب بيشد واحد من المقاتلين المأجورين، وطبعا بيخطفوه، والمأجورين هنا بيكونوا مستغربين من اللي بيحصل وبيستخدموا السحر وبيحاولوا يدمروا الباب السحري. بس المفاجأة الباب بيفتح وبيمتص القوة السحرية ولا كأن في أي حاجة حصلت، وزعيم المجرمين مش بيكون فاهم حاجة وبيقول مين اللي بيعمل كده. ومرة واحدة بيظهر قدامهم أبواب سحرية في كل مكان، وبتبدأ الأبواب تفتح وتخطف مجرم ومحدش فاهم حاجة، وزعيم المجرمين بيبدأ يستخدم كل قوته السحرية عشان يظهر بالشخص اللي بيهجم عليهم، وبينجح وبيقوم بالهجوم على فارس الظلام وفعلا بيضربه، وبيحسب ان هو كده هزمه اخيرا. بس بيلاقوا قدامه مجموعة كبيرة جدا من فرسان الظلام بتظهر قدامه في كل مكان، وزعيم المجرمين مش بيكون فاهم اي حاجة، وهارترو بيلعب بيهم وبياخدوا بالهم ان فرسان الظلام دي نفس الناس اللي لسه مخطوفة. وفارس الظلام بيظهر قدامه وبيقول له انت اتأخرت قوي لحد ما خدت بالك. بس زعيم المجرمين مش بيضيع وقته وبيبدأ بالهجوم على هارترو، بس التعويذة بتاعته بتتكسر وهارترو بيتريق عليه وبيقول له انتوا بتكونوا ضعاف جدا، وبيقول له ما تخافش انا هخليك تعترف بكل حاجة وتقول مين اللي بعتك. وفعلا بعد ما هارترو بيضرب المجرمين وبيعرف منهم كل حاجة بيروح لشندر وبيقول له انا فهمت كل حاجة. بس شندر بيكون خايف جدا من فارس الظلام وبينكر ان هو اللي قال لهم يهجموا على هارترو، انا اصلا عمري ما شفت الناس دي قبل كده. بس هارترو مش بيصدقه وبيطلع شاشات سحرية قدام شندر، وشندر بيشوف نفسه وهو بيأمر القاتلين المأجورين انهم يهجموا على هارترو، وبيطلع هارترو كان مراقبه من الاول وعارف خطته. وفارس الظلام بيهدد شندر وبيقول له يا ابني انا مش قلت لك لو حاولت تعمل اي حاجة وحشة انا مش هسيبك، وانا هوريك انا هعمل فيك ايه دلوقتي. وشندر بيكون خايف قوي لحسن فارس الظلام يقتله، وعلى طول بيقوم مطلع جرعة سحرية غريبة وبيحقنها لنفسه، وبيبدأ شندر بالتحول لوحش غريب وشكله مرعب. وفارس الظلام بيكون مش فاهم حاجة، بس الوحش مش بيضيع وقت وبيخبط فارس الظلام على طول وبيكسر بيه الحيطة. بس في وقت المعركة دي شارلوت بتتصل بيه، وهارترو بيستغرب وبيقول لها مش انت المفروض تكوني نايمة دلوقتي؟ وشارلوت بتقول له انا صحيت من البيت ما لقيتكش في البيت، وقلت اكيد انت بتكون في مغامرة وكنت عايز اعرف انت فين دلوقتي. وهارترو بيبدأ يضحك على شارلوت وبيقول لها انا بحاول انقذ طالب من المدرسة بعد ما تحول لوحش شرير من المنظمة الشريرة. وهارترو بيقول انه لازم ينقذ شندر من اللي هو فيه وما ينفعش انه يقتله. والوحش بيهجم على هارترو بس هارترو بيتفادى ضرباته، بس مش بيعرف يكمل لوقت طويل وبياخد بوكس قوي جدا في وشه. بس هارترو مش بيستسلم وبيهجم على الوحش جامد جدا، بس هجماته مش بتأثر فيه، وعلى طول الوحش بيطبق هارترو بين ايديه. بس هارترو بيستخدم سحر الحواجز وينقذ نفسه، وكمان بيمنع الوحش من الحركة، بس الوحش بيقطع دراعاته عشان يحرر نفسه من السحر، وبيطلع ايد جديدة ولا كأن حصل اي حاجة وبيهجم على هارترو. بس هارترو بينجح انه يتفادى الضربة دي. بس شارلوت بترن على هارترو وبتقول له انا لاحظت حاجة غريبة جدا في الوحش اللي بتحاربه ده، ان حجم الوحش بقى اصغر بعد ما طلع ايد تانية. وهارترو بيجيله فكرة ذكية جدا وبيشكر شارلوت، وبيقوم باستخدام كل قوته السحرية وبينزل سيوف من السماء، واخته بتكون متحمسة جدا لتعويذة اخوها، وبيبدأ هارترو بالهجوم على الوحش وبيقطع فيه، والوحش بيبدأ يعالج نفسه لحد ما شكله بيصغر تماما.
تماما لحد ما شندر بيرجع لشكله الحقيقي. وفعلا هارترو بينجح في انقاذ شندر، وشندر اول لما بيشوف هارترو بيكون خايف جدا منه وبيطلع يجري. وهارترو بيقول ان المهمه دي بتكون صعبه جدا وهو محتاج يروح ويرتاح شويه. بس في الطريق بيكلم شبيهه والاتنين بيتفقوا ان حياتهم في العالم ده احلى من حياته اللي فاتت، وبيكون ممتن لكل اصحابه وكل الناس اللي هو يعرفهم. لكن بنشوف بعد كده فلاي وهي بتقوم باستجواب واحد من سكان المملكه، وبتقول له انا عايزاك تقول لي كل حاجه عن المنظمه الشريره اللي بتكون هنا. وطبعا الراجل مش بيكون فاهم هي تقصد ايه، وبيقول لها يا ست انا ما اعرفش انت بتتكلمي على ايه بالظبط. وبيجي شويه مجرمين ويستغلوا فلاي وبيقول لها تعالي معانا واحنا هنقول لك كل المعلومات اللي انت عايزه تعرفيها. والمجرمين بيفتكروا انهم ضحكوا عليها وبتاكلهم علقه، وبيقوموا عاملين اجتماع بتاعهم وبيقولوا احنا دلوقتي اكتشفنا ان الملك والملكه بيكونوا على خلاف. وهنا على طول بتستنتج فلاي ان المملكه بتكون في خطر كبير جدا. بس جوني بيعرض على كلامها وبيقول لها ان هارترو تخلص من كل المشاكل. وعلى طول بيقوموا مشغلين الشاشات السحريه وبيتفرجوا على هارترو وهو في شكل فارس الظلام وهو بيهزم الوحش امبارح، وبيكونوا منذهلين جدا منه. وبنشوف هارترو وهو بيتفرج عليهم ومش فاهم اي حاجه، بس بيكون سعيد انه عنده احلى اصدقاء في الدنيا وكمان انهم عايشين حياه سعيده. وهنا بنكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. وقبل ما نقفل الفيديو الجامد بتاعنا هطلب طلب صغير من كل المتابعين بتوعنا انهم يعملوا لايك ويشتركوا في القناه ويفعلوا زر الجرس، والاهم من كده انهم يقولوا لنا رايهم في الحلقه النهارده. وبس كده، مش حابب اطول عليكم اكتر من كده. اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامه.